اختطفت فيها السيادة المصرية من قبل العرب الذين لا زالوا للأسف يسيطرون على الوضع إلى اليوم، ونأمل أن تنتهي هذه القصة في أقرب وقت. مرت جماعة الإخوان المسلمين بمرحلتين. المرحلة الأولى بدأت مع مؤسس الجماعة حكم الجنة رحمه الله، حينما أعلن عن تأسيس الإخوان سنة 1948 التي أظهرت الإخوان قوة سياسية وعسكرية وتجمع قوي موجود على الساحة المصرية، حتى أن أمير منصور كتب مقاله الشهير أكل الإخوان المسلمون من عبد الناصر حينما وافقوا على الخطوات الاستبدادية التي قام بها عبد الناصر في البداية. أول الخطوات الاستبدادية كانت إلغاء الأحزاب، وطبعا عبد الناصر ألغى كل الأحزاب وأبقى الإخوان، لأن الإخوان ما كانوش حزب، أبقاهم لأنهم أيضا كانوا يقفوا إلى جواره، وكان عندهم النظام الخاص، والنظام الخاص كان نظاما مسلحا كان يخشى منه عبد الناصر، وكان النظام الخاص له القدرة على أن يقلب النظام ضد عبد الناصر، فأبقى الإخوان عبد الناصر. لكن تأييد الإخوان لعبد الناصر في إلغاء الأحزاب كان من الأخطاء التاريخية الكبيرة التي دفعوا ثمنها بعد ذلك. جاء خطأ الإخوان الأكبر بعد ذلك حينما ألغى عبد الناصر في يناير 53 الدستور، وكان دستور 23 بيعتبر من أفضل الدساتير في ذلك الوقت، لأنه كان دستور بيعطي السلطة للشعب إلى حد كبير. عبد الناصر ألغى هذا الدستور سنة 53 وأيده الإخوان للأسف الشديد، وظل عبد الناصر يسير خطوة وراء خطوة في دكتاتوريته دون أن يتخذ الإخوان موقفا حادا منهم أو موقفا مباشرا منهم، إلى أن دبر وقعت أزمة مارس 54. وأزمة مارس 54 يجب أن تعودوا جميعا لقراءتها حتى تدركوا الوقت اللي احنا عايشين فيه النهارده. في مارس 54 وتحديدا في 25 مارس كان في ضغط من بعض القوى داخل الجيش المصري وعلى رؤساء سلاح المدرعات على أن يعود الضباط إلى السكنات، لأنهم لم يقوموا بالانقلاب حتى يسيطروا على العصر. كان سلاح المدرعات وكان سلاح المدفعية. وفي نفس الوقت قامت مظاهرة نقدر نسميها مليونية كما مظاهرات اليوم، كان على رأس هذه المظاهرة الإخوان المسلمين، وذهبت هذه المظاهرة إلى قصر عابدين وطالبت بعودة الضباط إلى السكنات. ما حدش كان يعرف عبد الناصر، الناس كلها كانت تعرف محمد نجيب الإخوان عشان يعملوا منه زعامة وحاجة زي كده، فبركوا بعد كده حدث المنشية، وكان الهدف منه حاجتين: أول حاجة التخلص من الإخوان المسلمين، ثاني حاجة إبراز عبد الناصر كزعيم لمصر. طبعا في مارس 54 لما خرجوا الإخوان في 25 مارس، عبد الناصر طلع البلطجية والعمال والكلام ده في المظاهرات، طلعت على الدولة حركته وضربوا سموني بالجزمة، وطلعوا يقولوا يسقط الدستور، يسقط المتعلمين، يسقط كذا، وأسقط كل شيء. وعبد الناصر قبض على قيادات الإخوان في ذلك الوقت وأودعهم، كان أودعهم السجون، كانوا في ذلك الوقت في السجن، وبعدين بعد كده طلعهم وأبقى محمد نجيب شوية لحد ما دبر حادث المنشية. الشاهد الدوائر التي كان حسن البنا يسعى بها الناس لم تكن موجودة لدى الإخوان. كانت الدوائر فقط هي دوائر الأخ العام المنتظم المنتمي اللي يسمع ويطيع اللي كذا اللي كذا. 25 يناير أعادت مصر إلى أيام البنا، لكن للأسف الشديد الإخوان لم يعودوا إلى أيام البنا. مطلوب من الإخوان المسلمين في الفترة القادمة أن يعودوا إلى فكرة حتى اللي بيقولوا لي إمتى الإخوان يصبحوا موجودين بشكل رسمي. قلت لهم حينما ينتهي النظام اللي خاصمهم في يوليو 52. طالما بقي نظام يوليو 52 لن يتمكن الإخوان من العودة ليعملوا بالحرية التي كانوا عليها. الآن انتهى نظام يوليو 52، أنهاه الشعب المصري بينها، وأن تتسع المظلة، لأن أنا شايف المظلة بتقيم. أنا شفت المرشد يقول إن حزب الإخوان والإخوان ما نسموش أحزاب أخرى. المظلة بتقيم يا جماعة. لو رجعت الآن حسن بنا هتلاقوا حاجات ثانية. الحاج فرج النجار الله يرحمه، أنا كنت شاهد على العصر معاه ولأسباب فنية بنحاول نرتبها للنساء.
بيقول إن حسن البنا قذف به في الحزب الشيوعي واخترق الحزب الشيوعي. حسن البنا كان يتعامل مع الناس كلها وكان بيدفع الإخوان إلى أن يكونوا هنا وهنا. طالما سمح بالعمل السياسي ما ينبغيش إن احنا نجيب جماعة الإخوان المنظمة دي ونحولها لحزب. لأن الحزب من شروطه إنه يكون مفتوح وإنه يسعى الناس جميعا. منين هيبقى الحزب بتاع الإخوان وغيرهم؟ ومنين كل اللي بين الإخوان ناس منظمين؟ يعني من تنظيم الإخوان. شعب المصري 80 مليون. والإخوان لما كانوا بينجحوا في الانتخابات ما كانوش بينجحوا مع أعضاء الإخوان، كانوا بينجحوا بالمظلة التي كانت تتعاطف مع الإخوان. فبالتالي المظلة هذه لابد أن تتسع، لأن اللي يهم الإخوان أن الأخلاق الأساسية تكون عند الناس الصدق والأمانة، وهذه الأشياء حينما تتوفر في المجتمع المصري لدى كل الناس هتبقى ده ربح لدعوة الإخوان اللي هي دعوة الإسلام المصري. وبالتالي إذا أراد الإخوان أن يعيشوا المستقبل فعليهم للأسف أن يعودوا إلى الماضي، ليس ماضي